انا ويزيد بنرشح لكم مسلسل احمد العوضي علي كلاي. 30 حلقه من المتعه الخالصه. اتفرجوا عليه على ضمانتنا وان شاء الله تتبسطوا باذن الله. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين ازيك يا عم احمد؟ رمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم. انا النهارده بقى جايب لكم عراب الدراما، بروفيسير المسلسلات العربيه من المحيط الخليج. الباشا اللي ما فيش مسلسل بيفوته ولا حلقه بتعدي عليه، وفي اي مهرجان كده بتلاقي كل الممثلين والممثلات بتتهافت عليه عشان تاخد صوره منه. ماجد الكدواني، المحتوى العربي عندنا. ازيك يا عم يزيد؟ ازيك يا عم احمد؟ وترتني يا عم احمد. لا يا باشا، حقك يا باشا، حقك يا باشا. انا حتى لو مرتب كلمتين ضيعتهم. لا. حبيبي يا يزيد، عامل ايه؟ زي الفل، انت كله كيفك؟ تمام. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، رمضان كريم عليك يا رب. علينا وعليك وعلى احبابك يا رب. حبيبي بص، انا قلت بقى رمضان يبقى نجيب البوب الكبير، الباشا اللي هيخلص لنا الحوار ده كله في كلمتين. ما كانش هيبقى في حد، يعني ما فيش حد غيرك ينفع للمهمه دي. والله في مليانين بس بيكونوا متخبين، فاهم؟ بس انا يعني بعتبرها شهاده ان انا اللي جيت في بالك منهم. ده يا حبيبي والله، ده يعني بص، اولا انا مبسوط ان احنا بنعمل الحلقه دي مع بعض. انا عايز من زمان اعمل معاك حاجه، وبعدين قلت بقى دخلت رمضان خلاص، يبقى هي كده ايه، هي اتظبطت. هي جايه على عدلتك. قول لي بقى يا باشا، يلا. احنا عندنا ايه النهارده؟ نورنا، احنا جايين يعني نعمل ايه؟ لو حنتكلم في البدايه بما اني معاك، فاكيد حنتكلم اول حاجه عن الموسم في مصر. مصر ما شاء الله يمكن شغاله في 40 مسلسل واكثر كمان السنه. طبعا ثلاثة أرباع احنا مش حنعدي عليه، احنا حنروح على رؤوس الأقلام. ما بعرف انت ايش القائمة عندك، بس انا اول حاجة يعني حروح مع مسلسل هند صبري وماجد الكدواني. اول حاجة تقريبا. حبيبك طبعا. انت عندك في حاجة معينة محدد انك حتشوفها؟ أه، بص، احنا زي ما كنت بتكلم معاك كده من قبل ما نسجل، احنا جايين النهارده نرسم الخريطه كده لينا وللناس، نشوف احنا هنعمل ايه. لان يعني باذن الله الحلقات بتاعتي انا ويزيد هتكمل في رمضان ان شاء الله. فزي ما هو بيقول كده هنعدي بسرعه على المسلسلات. انا في شويه مسلسلات وقفت عندها، ممكن نبص عليها بصه. المسلسل مثلا بتاع آسر ياسين ودينا الشربيني، آه، ممكن اقف عليه، هقول لك ليه اسباب يعني. واحنا ماشيين، ماجد الكدواني طبعا، هند صبري، اياد نصار ومنى شلبي، اصحاب الارض. عليه دوشه كبيره وعليه كلام كتير وعليه لغط يعني، بس يستاهل نشوفه على الاقل بيقدم ايه. في على فكره في كذا حاجه، في حاجات واضحه من الاول ان احنا هنطنشها. بس والله القايمه ممكن من بعيد كده تبان ان هي مش ان السنه دي مش هتبقى قويه، بس على الاقل في كام حاجه كده ممكن تبقى مثيره للاهتمام يعني. ايوه، سهل انك تطلع من القائمة هذه بستة سبع مسلسلات على وجه مثيرة للاهتمام. ده صحيح، ده صحيح. طيب، قول، خلينا، عايز تبدا بمين؟ عايز تبدا بماجد الكدواني؟ حبيبك بقى، خلينا نبدا بماجد يعني الكدواني. لو قلت احد غيره بكون كذاب. طبيعي اني حبدا بمادة الكدواني. يلا بينا. كان يا مكان، ماجد الكدواني ويسرا اللوزي. كان يا مكان. يا سلام مظبوط. عليك. كتابة شيرين دياب، وإخراج كريم العدل. قول لي، صح كده. بعيدا بقى عن ماجد الكدواني، متحمس في أي حاجة تانية مخليك متحمس للمسلسل؟ لا، هو الصراحة ظهوره هو انا كان نفسي تكون قصة غير. لأن مش عاجبني حتى الكلام اللي صار طالع عليه الفترة الأخيرة، إنه ماجد الكدواني حط نفسه في قالب معين. يعني ممكن هو يكون أكثر ممثل عربي قدر إنه يتنوع في الأدوار. ففكرة إنه تطلع عليه هذه السمعة وهذا الشكل، إنه صار هو منمط نفسه في مكان معين، نفسي يغيرها. ويمكن هو بيدفع ضريبة إنه فيلم أسد تأجل كذا مرة، فأعماله اللي جت ورا بعض كلها هي نفس الشكل تقريبا. بص، هو الموضوع ده بصراحة فيه ظلم لسببين. أول حاجة، هي الناس بتتكلم عن عملين، هو منهم مسلسل اتعمل 3 مواسم، بس هو عمل واحد، هو صح. نفس العمل. يعني هو موضوع عائلي، ما ينفعش نحسبه ان هو 3 مسلسلات. انت فاهم قصدي؟ ما هو نفس العمل، نفس الدور، عملوا 3 مواسم ايوه ايوه. وخلاص، تمام. فهو عمل واحد. والفيلم اللي عمله بتاع السنه اللي فاتت، بتاع كان اسمه ايه؟ فكرني. فيها فيها يعني. ايه يعني؟ فيها ايه يعني؟ مش قادر افتكر.
حتى في السنه اللي قبليها كان عامل مع محمد امام الفيلم بتاع ابو نسب. كان شكله مختلف خالص، كان عامل شكل مختلف عنه خالص. فهي بس الناس للاسف بتظلمه. وده طبعا احنا لو نسينا اصلا اللي هو عمله قبل كده، انا ما بتكلمش على ما بتكلمش على اللي عمله زمان، ما بتكلمش على الفرح، ما بتكلمش على تراب الماس، ما بتكلمش على الشخصيات بتاعته اللي هو اصلا ايه مغير فيها يعني. انا بكلمك على اخر سنتين ثلاثه. للاسف يعني هم بيحسبوا موضوع عائلي كانه ثلاث اربع مسلسلات او فاهم قصدي. بس هو في الاخر هو عمل واحد يا جماعه. فيها ايه يعني، كان شبهه شويه قوي، بس في الاخر دول عمل ايه، اتعرضوا عليه واعمالهم وخلاص وعادي. وخد بالك ساعات الممثل ما هي مراحل يعني، هو ممكن يكون داخل في مرحله الاب، رب الاسره، دي حاجه عادي. إيه وهي المشكله؟ وسط الاعمال هذه كلها لو كان ماشي نفس الترتيب، انه فيلم اسد كان ينعرض، كان ما حدش يتكلم عن هذه النقطه اساسا، لانه ممكن كان اسد برضه حيجي في معاك حق. وسطهم معاك حق. شخصيه مختلفه تماما. فهو لا، الموضوع فيه ظلم شويه عليه بصراحه. وهو لغايه دلوقتي لسه قادر يجذبنا يعني. انت زي انت ما بتقول دلوقتي، انت ايه اللي مشجعك للمسلسل؟ ماجد الكدواني. كنت لسه بتكلم مع مراتي برضو من شويه، فقول لها خلاص عشان ماجد الكدواني خلاص هنتفرج على المسلسل. مع ان معايا مثلا في المسلسل ده شيرين دياب، اللي هي كانت لسه عامله اشغال شقه وتحت الوصايه في الدراما يعني. ف ليها اسمها وليها تقولها ككاتبه يعني. بس هو في الاخر هو اسمه كفايه. طبعا اسمه كفايه. وانا زعلان انه سايبين يعني في ما بدي هلا يعني في الفاظ المفروض ما تنقال، بس في ممثلين كثير انت ممكن تنتقدهم، هم سابوا الدنيا هذه كلها وماسكين لي في مجد الكدواني، انه عدوها يا جماعه الخير. هي كل فتره كده لازم نمسك في حد. هذه طيب السنه جميل. بالذات انه يعني غايبه امينه خليل ومنى زكي، هو حرفيا الجمهور مش لاقي احد يمسك فيه، ولا دائما هذول المساكين هم اللي بيمسك فيهم كل رمضان. يعني بصراحه يعني انا مش من جماهير امينه خليل، بس هي السنه اللي فاتت بصراحه عملت مسلسل حلو قوي. طيب يبقى احنا كده كان يا مكان معانا اكيد، انا وانت اعتقد متفقين يعني. انا 100% كان معي. حلو قوي. طيب الحاجه التانيه اللي هنتكلم عليها هند صبري زي انت ما قلت، عشان ممكن دي تكون تاني اكبر اسم معانا. مناعه ايوه طبعا. مناعه صح كده. مناعه ايوه. كل- كلمنا بقى عن مناعه يا باشا. وانا مش عارف، هو مناعه بدا قبل ما نبدا رمضان، اليوم لقيتهم ماسكين في بعض، هند صبري وممثله ثانيه في المسلسل صاير بينهم مشاكل. بتخاف من المشاريع اللي بتبدا زي كده من قبل رمضان انها حتطيح في الحفره من بدايتها في رمضان. لسه قبل ما ادخل معاك كنت شايف بوست كده، ما فهمتش طبعا ايه الموضوع، بس شفت حاجه كده مش عارف انت عملتي وانت عملتي انت ما عملتيش وبتاع، هند فقلت صبري خلتها كده. من وسط المسلسل. انا استغربت يعني، عمرنا ما سمعنا عن هند حاجه زي كده اصلا. طيب احنا عارفين هو هيبقى نص اول نص تاني، ولا المواضيع دي هذه لسه لسه مش المواضيع هذه دي لسه لسه مش واضحه صح؟ ايوه اخذنا مقلب فيها انه اعلنا ايش النص الاول والثاني، وبدلوا اخواتي ولام شمسيه في اخر حاجه، بعدين كان الوضع مم. بيكسف. فيها هذه اي ما حاجه حتبان، مع ما لسه مش حتبان إلا باينه معانا. ثلاثه تقريبا من رمضان. اوكي ماشي خلاص يعني. احنا ممكن نبقى نعمل بوست كده آه، ناكد فيه الموضوع بتاع النص الاول والنص التاني ده. طيب حلو. مناعه قصه عباس ابو الحسن، سيناريو عمرو الدالي، واخراج حسين المنباوي. عمرو الدالي عمل قبل كده، اشتغل في بدون سابق انذار واشتغل في الكابتن صح، وعمل الكابتن. مش غريبه شويه. عمل الدنيا مع هند صبري، يعني لو في حاجه حتخليني اتفائل شويه بالمسلسل انه حسين وهند كانوا اوكي كده حلو، حلاوه اوكي الدنيا. اوكي. حلاوه الدنيا اوكي. لا انا دي ما اعرفهاش. انت شايف ان السنه دي اللي هيبقى محمسنا للموضوع اسماء الناس اللي شغاله اكتر من القصص نفسها؟ يعني انا مش عارف في مناعه غير هند صبري، مش لاقي اسماء في الكاست الصراحه تخليني اتفائل فيه كثير، حق الله يعني. انا اتمنى انه يطلع من هند والمخرج حاجه حلوه بالناس الموجوده هذه، مش تقليل منهم، بس انا مش شايف يعني حاجه بتلمع غير هند صبري في المسلسل. أنا فاهم قصدك. طيب جميل. غالبا برضو ماشي، خلينا يعني هنبقى نديله فرصه كده او نديله بصه. عندي انا بقى مسلسل متحمس ليه شويه. ممكن يبقى مش عارف ليه يعني، مش عارف، انا عارف ليه، بس انا قصدي ممكن يبقى غريب شويه. اتنين غيرنا، بتاع آسر ياسين ودينا الشربيني. ليه متحمس له؟ هو فتحت معه.
علشان يعني الصناع بتوعه، رنا ابو الريش وخالد الحلفاوي دول اللي اشتغلوا في كامل العدد، وكان معاهم طبعا دينا الشربيني. انا كامل العدد انا كنت انا بحبه جدا. احنا قعدنا 3 سنين. ده المسلسل رقم واحد عندنا، قبل ما بنتفرج على اي حاجه لازم نشغل كامل العدد الاول ونقعد قدامه. كامل العدد ما فيش ناس كتير اتفرجت عليه، وفضلت بقى يعني على السنتين اللي فاتوا دول اقول يا جماعه والله مسلسل حلو يا جماعه ادوا فرصه يا جماعه والله كان دمه عنا خفيف. يعني هو وشغال شقة كانوا شايلين الجو الكوميدي في رمضان السنين اللي فاتت. جدا يعني المسلسل، مع ان يعني ما فيهوش نجم كوميدي مثلا شايل الموضوع، ما فيهوش، بس هو كان دمه خفيف. المسلسل بالظبط اجواءه كده بالكاست بتاعه، هم علاقاتهم ببعض، كان دمه زي العسل، كنت بحبه قوي. وكنا في البيت بنحبه، يعني بنقول لك اول حاجه بنشغلها قبل اي مسلسل تاني، حتى لو في مسلسلات اهم منه احنا مهتمين بيها، بس ده لا، ده الفاكهه كده بتاعت اليوم. فلو هيطلعوا حاجه كده شبهه، يعني لو هيطلعوا حاجه قريبه من الجو بتاع كامل العدد، انا هبقى مبسوط. كده كده انا كمان ياسر ياسين، انا بحب ياسر ياسين من الناس اللي دمها خفيف على قلبي، وكمان دينا الشربيني. فلو هيطلعوا حاجه قريبه من الاجواء بتاعت كامل العدد زي ما بقول لك، انا هبقى شاري جدا. فانا المسلسل ده يعني لازم هديله فرصه، اشوف هيعرفوا يعملوا حاجه شبه كامل العدد ولا لا. مش شبهه، مش عايز حاجه شبهه يعني، بس قصدي يبقى في اللذاذه ديت وفي الطريقه دي، لان هو كامل العدد ما كانش كوميديا صارخه يعني، ما كانش افيهات بقى وبتاع، بس هو كانت اجواءه لذيذه، اجواءه مبهجه كده. وانا نفس الفكره، انا هتابع لانه آسر العام كان كويس، انا شفته في قلبي ومفتاح، وكان يعني انظلم كان حتى في حلو قوي. شراكته مع مي عز. كان بده حاجه اعتقد من مي عز الدين، مع احترامي لها الصراحه. دي والله أولها من المسلسل، حتى فغالبا يعني هي لو كم نفس اداها اللي كان في التجربه لها، اللي هو مع احمد السعدي، المسلسل نسيت اسمه، انا مرضي. بس ما ترجع دينا اللي بتحاول تقدم كوميدي اللي دمه ثقيل مع كريم محمود عبد العزيز في لا، الافلام هو عشان كده بقول لك انا ممكن اثق في الصناع كمان، لان هم لو عرفوا يظبطوا التون ده معاها زي ما عملوا في كامل العدد، هيطلع لنا حاجه دمها خفيف. لان هي عندها، بس هي برضه زي ما بقول لك، هو توجيه زي انت ما بتقول، الموضوع ممكن يبوظ منها في ثانيه. على طول. يعني دينا عندها قابليه إنها تخرب الدنيا على طول. ايوه فعلا في ثانيه. ايوه جميل جميل جميل. ه- هتتفرج على اصحاب الارض؟ يعني حتفرج عليه لانه هو غالبا 100% حيكون محتوى على تويتر. يا حتلاقي حاجه تمدح تبعد، يا حتلاقي ناس تقول تضلك تتنمر عليهم طول الشهر، وهذا غالبا اللي راح يصير في اياد ومنه. بص هو يعني مش عارف، المشروع غريب، المشروع غريب بصراحه. وانا الموضوع طبعا فيه افوره، يعني انا مش هاجي هنا واقول لك طبعا فيه افوره، وفي ناس بتافور يعني على المغمض كده. بس انا هتفرج بصراحه، انا هتفرج، انا اما الباب بالعكس. الفضول، تابع لهم الباب الفضول بس. واتمنى انه يطلع كويس، يعني اتمنى انه انا فكره المتاجره والبتاع، انا ضدها بصراحه. احنا طول الوقت بنعيب على الناس ان هي ما بتتكلمش كفايه عن القضيه، طول الوقت بنعيب على الناس ان هي ما بتعملش افلام ومسلسلات كفايه عن القضيه، لان في الاخر ما هي دي وسيله من الوسائل، ما هو ولاد بيعملوا ده طول الوقت. بس انت تعرف كيف تقدم. بالظبط، بس لازم بقى تقدم لي منتج محترم، معاك بقى مليون في المية، لان انت واخد حاجه بالاهميه دي، لازم تطلع لي حاجه محترمه. اي حاجه غير كده هيبقى صعب بصراحه، صعب ان انا اقبلها. بس انا كفكره في حد ذاتها، لا يا سيدي، لا يعني اعمل لي مسلسل واعمل لي فيلم كل سنه عن القضيه، فكر الناس وعرف الناس حتى لو احنا عارفين. فكره اللي يقول لك اصل ما هو ده يعني موجه للمجتمع العربي وللمواطن العربي، واحنا خلاص عارفين اوريدي، لا فكر الناس، ايه المشكله؟ نخ- افضل خلي القضيه حيه، ده مش عيب، بس اهم حاجه ان هو يتعمل صح، في الاخر ما الاقيش الله منتج اعلم. رديء، يبقى وانت لا يبقى. عارف وين صعوبتها مع المشروع هذا؟ انه هو جاي في سنه كان فيها فيلم فلسطين 36، وفيلم صوت هند رجب، واللي باقي منك كلها افلام على القضيه ممتازه، مش اقل من ممتازه. فانت لو حتعرف تعمل حاجه ممتازه زي كده، فانت قد نجوت على قولتهم. لو انت عملت حاجه اقل من كده، القى الضرب عن وجهك ساعتها. بالظبط بالظبط. ما هو تاني، هو يعني الموضوع في حد ذاته انت مش هتعرف تستخبى وراه، صح. تمام. المبدأ انا معاك فيه، بس لو ما قدمتليش حاجه محترمه،
لا تستاهل كل اللي هيجي لك. وانا شاك يعني بنسبه كبيره انه هذا اللي راح يصير فيهم. انا عندي مشاكل كتير مع بيتر ميمي بصراحه، انا مش هخبي عليك يعني. ما هو في ناس بتقعد تقول ان احنا بنأفور ضد وي وي، بس لا، هو عنده مشاكل كتير لا، في جزء كبير قوي من الانتقادات اللي عليه في محلها بصراحه. فمش عايز اقول لك ان انا متحمس وان انا انا بحب اياد نصار وبحب منة شلبي. اياد حتى كمان تجارب اياد نصار بالذات في المسلسلات الفتره الاخيره دايما بتبقى آه، على الاقل مثيره للاهتمام. يعني مثلا السنه اللي فاتت كان ظلم المصطبه، باظ شويه في الاخر، بس حاجه ممكن نتفرج عليها. كل سنتين كان احسن صله، مسلسل اصلا. طبعا. طبعا لغايه النهارده صله رحم حاجه تحفه يعني. فاياد اسم محترم، اسم تقيل. منة شلبي كمان اسم محترم. آه، بس تاني الحماس يعني مش مليون، بس المبدأ في حد ذاته زي ما قلت لك انا ما عنديش اي مشكله معاه. انا اتمنى انه يطلع حلو عشان اياد، لان انا بحب اياد الصراحه. بس على قولك يعني تجاربنا قبل كده مع بيتر ضعيفه، وغالبا بيتر يعني هو عنده الشجاعه انه يتوسع من انه ياكل تنمر من الجمهور المصري، الحين رايح لجمهور اخر. هو مخرج بصريا كويس على فكره، يعني هو بصريا بيقدم شغل بصري كويس. بس الحشاشين مثلا هو كان حاجه صعبه أوي. حشاشين. فيلم لكريم عبد العزيز يعني الحشاشين يعتبر ممتاز. اه يا عم انا فاهمك، على الاقل الحشاشين طلعنا بكام حلقه في النص كنا شكرنا وبتاع وقلنا الشغل كويس. صح. صح. فده طبعا القلق اكتر والمشاكل ممكن تبقى اكتر، بس هديله فرصه بصراحه. على الاقل حلقتين ثلاثه في الاول كده نشوف الدنيا رايحه فين. نفس الفكره. طيب. أه احنا كده اتكلمنا عن اربع مسلسلات. انت رايح فين تاني بعد كده؟ ولا حشوف مسلسل محمود حماده وطارق لطفي، حيكون نص اول نص ثاني، بس عندي فضول اشوف. فرصه اخيره صح كده؟ يعني بحسهم ناس كده عاقله مش هتعمل حاجه اي كلام. محمود حميده وطارق لطفي انا معاك، بس ما فيش اي حاجه تانية تقول يعني. يعني انا حتى لما بصيت على اسامي السيناريست المؤلف والمخرج، ما يعني فاهم، ما فيش هو حاجه إحنا تخليك. على فكره احنا حنمشي الموسم كله مع كل المسلسلات الا هتلاقي فيه جزئيه ضايعه في المسلسل، الا ما ندر يعني. فانت هتتابع عشان حاجه وتمشي حاجه تعتبرها ضريبه يعني. انا معاك بس هو في الاخر محمود حميده، يعني هو محمود حميده انا ممكن ابلع له الزلط. ممكن ابلع له الزلط. بس هشوف، مش عارف والله مش عارف. برضو هقول لك حاجه، في جزء كبير قوي من الاهتمام ومن المشاهده هيتحدد على حسب هيتعرضوا امتى. يعني في مسلسلات ممكن تتظلم بوقت عرضها، نص اول ونص تاني وكده، فاهم قصدي؟ وفي مسلسلات لا، يعني انت في الاخر ممكن تلاقي نفسك مثلا النص الاول ما فيهوش حاجات تقيله قوي، وموجود محمود حميده مع مثلا مسلسل كمان ولا مسلسلين، فساعتها ده يبقى في مصلحته. آه بس مش عارف مش لاقي حاجه تانية غير محمود حميده وطارق لطفي ممكن تخليني انا يعني امين جمال السيناريست ده كان شغال في المداح. كده. الحاره تبع مصر بمداح. ايوه انت فاهم، بس يمكن زي انت بتقول، مش عارف بصراحه. بس يعني انا لو حب يعني. التوزيع حيفرق كثير في موضوع الفرجه. يعني لو المواعيد لقيت الاول في اربع خمسه مسلسلات انت مهتم له، في حاجات هتسقط معك تلقائي. فنتمنى انه يكون انا التوزيع شوي. اعتقد ده ممكن يبقى من الحاجات اللي كده، اللي هو هيفضل في اخر الليسته كده لغايه ما نشوف هو ترتيبه هيروح فين. عندنا ايه تاني؟ في حاجات تانية قبل ما نخش على الناس التقيله. احمد احمد مالك. مالك احمد مالك بص لسه بقول لك. احمد مالك وهدى المفتي مهتم تتفرج عليهم. شوف انا بعد تجربه بطل العالم لما شفت انهم راحوا جمعوا جيهان مع عصام عشان اسمين عليهم هايب عالي، والنتيجه النهائيه الزفت اللي طلعت، انا خايف من مسلسل سوا سوا. آه انت عارف انا مشكلتي ايه مع المسلسل ده؟ مهاب طارق. هو سبب منطقي. انا الراجل ده بيمقلبني بقاله 3 سنين.
ادخل تمام. بكل وحياة ربنا انا السنه اللي فاتت لدرجه ان انا بدات، انا الاول ما كنتش واخد بالي، انت فاهم قصدي ازاي؟ يعني انا بتفرج على مسلسل ما يعجبنيش، تمام ماشي غيره، بدانا مثلا بايه بلحظه غضب، تمام، مسلسل عصبني ماشي مش مشكله، مش مركز مين عمله ومين كتبه ومين بتاع، نيجي السنه اللي وراها ولاد الشمس، بعدين بدات ابص بقى، ده هو اوكي، يعني انا مشكلتي غالبا معاه هو. هو انت يا ابني انت مستقصدني، وبعدين بيدخل الموسم على الاقل بثلاث مسلسلات، بيأمن نفسه. ف... انت هتيجي في سكته، يعني هتيجي في سكته. انت مش هتعرف، انت مش هتعرف يعني انت فاهم، يعني هو السنه دي، استنى كده لما اشوف لك معاه سوا، صح، بتاع مالك وهدى المفتي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، مظبوط، ومعاه هي كيمياء، دياب ومصطفى غريب، مسلسلين السنه دي، السنه اللي فاتت كان معاه برضه مسلسلين، مش عارف ولاد الشمس ونعمل افوكاتو، لازم على الاقل كل سنه يبقى داخل لك بمسلسلين ثلاثه كده، هتيجي تحت طريقه، يعني هتيجي تحت طريقه. والله ولاد الشمس العام كان ممكن يطلع بتقييم اعلى من كده بكثير لولا النهايه الهبله اللي عملها. برافو عليك، برافو عليك، لا ولولا حاجات كتير، احنا فوتنا له حاجات كتير في النص، يعني احنا علشان مالك وعلشان الدسوقي وعشان محمود حميدة فضلنا ماشي وبتاع، والعيال تطلع والعيال تنزل ونزل العيال وطلع العيال وبتاع، بس يا اخي حرام بقى، يعني انت فاهم، كفايه، ومش عارف ليه حاسس، طب ما هو ايوه، ما هو تاني هتفرج عليه تاني علشان انا بحب احمد مالك وعلشان مش عارف، طب مش انا عارف صدق مش عارف. يعني خايف من تجميعة الناس اللطيفه هذه. انت شفت بطل العالم؟ لا لا ما شفتوش. برضه كويس يعني، ربنا رحمك ورحم باقة اه البنت. ما انا يعني انا حسيت كده، يعني كنت ناوي، وبعد كده قلت ايه، يعني لا استنى شويه، ده هو كمان اوكي، ده المخرج كمان احمد عبد الحميد اللي عمل بطل العالم. صلي على النبي. اوكي ده احنا ده هم بطل العالم صعب يعني، انت لما تيجي من هم سنه في مصر طالع فيها بكم مسلسل ممتازين حلوين وكم فيلم ممتاز، فتدخل 26 بكل التفاؤل تلبس في وجهك في بدايه 26 بطل العالم. كان بدايه يعني وحشه الصراحه. طب انت المشكله في المسلسل اكيد ما كانتش ابطاله، لان متهيألي ابطاله دمهم خفيف على قلوبنا يعني. ما في قصه يا احمد، ما في قصه، ما في قصه. انا بصراحه ده اللي ممكن يخليني مش متحمس يعني، انا ممكن اضعف، يعني ممكن انت فاهم يجي كده على طريقي، فابص على حلقه او اتنين، بس بصراحه مش متحمس خالص خالص يا يزيد، انا تجاربي مع مهاب طارق بالتحديد، يعني انا ما شفتش لسه شغل احمد عبد الحميد، وما شفتش بطل العالم، بس بالذات مهاب طارق انا مش هعملها تاني بصراحه، مش عايز، مش حابب. مش حابب بصراحه. انا وانت نعمل حركه لطيفه، انت تلبس 4 مسلسلات في النص الاول وانا اربع مسلسلات مختلفه، ونشوف مين فينا اوكي اللي ولا طيب. خد انت مسلسلات مهاب طارق. حلال عليك. ايوه. آه، احنا خلاص جبنا سيره كمان هي كيمياء، مش متحمس له خالص بصراحه، مش انا بحب دياب، وبحب مصطفى غريب، بس محتاج محتاج زقه، عارف انت، محتاج حد يجي كده يقول لي، حد يكون مثلا شافه وقال لي بص يعني اتفرج روح، في مش حاسس ان موسم بيقولوا عنها حصان الاسود، او غالبا ممكن يطلع الحمار الاسود ده عادي يعني، كلما اختلق حيوانات يعني. فهذا مسلسل حسيبه وتسمع الناس ايش قالت عنه تقرر بعد كذا. يعني انت فاهم، هبقى ببص عليه من بعيد كده، آه، بس علشان يعني برضه هو عشان الناس اللي شغاله فيه، بس بصراحه لا انا مش عارف برضه، اصل انا يعني هتفرج على مهاب طارق وهو بيعمل كوميدي، ما هو يعني مش عارف لا. اظهرك في الدراما يظهرك في الكوميدي. اوكي يمكن هو، ايوه يمكن هو كان داخل، يمكن هو كانش لاقي نفسه. طيب جميل، عندنا فراج، متحمس لفراج، اه طبعا. فراج واب، ولكن انا ممكن ده اديله اه اني بحب فراج فراج و أكيد كمان يعني الكاست الجيد انا راضي عنه. راكين عملت حته دور في رامبو،
ممتازه ممتازه ممتازه. هو ده اللي اتقال عليه تطور بصراحه. البنت لا يعني عمل ورا عمل، في تطور كبير. فانا انا متحمس قوي بقى للمسلسل ده. اخراج مين فكرني؟ آه، ما طلع يعني بستايل قريب من دورها في رامبو. من اه بالظبط. انا عجبني دورها فرامبو قوي. وفراج طبعا، فراج عامل ستريك يعني، ما شاء الله عليه. وهو مكمل في قضايا الأسرة، يعني أنا حبيت كتالوج، فحنشوف ايش حيطلع معاه. فانا انا فراج اكيد هتفرج عليه. انا فراج من الحاجات اللي حتى مش هديها يعني، لا هدخل اتفرج عليه واشوف عنده ايه بيعمله. عندنا كمان عصام عمر تاني تالت. أنا يعني حأجل عصام عمر عشان أتعافى شوية من بطل العالم وأشوف ايش يطلع معاه هو وباسم سمرة بعدين. انا بحب عصام عمر وبحب وأنا باسم. جدا. بعيدا عن يعني باسم برضو واخد كده ايه، غطس كده. بس حتى الناس اللي شغاله يعني، انا السدير مسعود، انا مش عارف انت شفت له موعد مع الماضي ولا لا. إلا شفت كل أعمال السدير. موعد مع الماضي كان سيء جدا. انت رايك فيه ايه طيب؟ هو يعني اللي يخليني يعني دائما السدير أعطيه فرصة كمان، لأنه هو بدأ بمسلسلين 10 من 10 بالنسبة لي. قيد مجهول كان سوري مع باسل الخياط، ومع باسل الخياط في مصر برضو. حضيع اسمه، ضيعت اساميهم، لكن الاثنين مع باسل الخياط، واحد مصري وواحد سوري. مم. قبل الماضي كلهم 10 من 10، فهو كان زي الكف موعد مع الماضي هذا. بس انا متهيألي انا عارف المسلسل اللي انت بتتكلم عليه ده. اللي كان فيه جميلة عوض تقريبا او حاجه كده، اللي كان طالع سايكو شويه. لا لا، كان ولا محقق. مش هو؟ كيف اجيب اسمه؟ خلاص خلاص، اوكي اوكي كان ماشي. مع نزل عياله. نبقى نحط لكم اسمه. بس انا موعد مع الماضي كان صعب، كان صعب قوي، صعب صعب حتى اخراجيا يعني، حتى شغله كمخرج. لا 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 كان سيء. ف وهشام هلال يعني، مع كامل احترامي، العتاوله وبتاع، اخر كام حاجه ليه برضو مش ما الحاجه اللي ولا تولى. تخليه. العتاوله ماله ان انا ما اتفرجتش عليه، يمكن هو ده عيبه الوحيد. لا، انت صح، مش قابل. فمش عارف، انا برضو مش متحمس بصراحه. مش حاسس ان مش يعني، لا مش حاسس. بص، اصل هو الموضوع زحمه اوكي، فانت لازم بقى تضرب جامد علشان تاخد مكان. يعني هو اوريدي في كام واحد واخدين مكانهم، زي احنا كنا بنتكلم مثلا دلوقتي. ماجد الكدواني، اسر ياسين، فراج في ناس خلاص خدوا اماكنهم. ما عنديش مشكله اي حد تاني يدخل، بس بقى ايه يعني. انتزع مكانك. اضرب اقلب الدنيا في اول حلقتين مثلا، خلينا كلنا نروح نشوف ايه هو ايه اللي بيحصل. غير صح. كده مش هروح له برجلي بصراحه. انا آه، انا بقرر من بعد بطل العالم اني حاجل مسلسل عصام لبعد رمضان في جميع الاحوال اه يعني. انت اخدت منه موقف. لانه بدي البسها مره شهر. ايوه، فحشوف الجمهور لو قال والله على قولك المسلسل بيستاهل، يا مسهل الحال. هي حصلت كتير في مسلسلات كده، في اول حلقتين تلاقي الناس كلها بتتكلم عليها، فنروح نبص عليه بص. بس غير كده مش بصراحه، مش حاسس ان انا ممكن اروح له برجلي يعني. اللي ممكن بالضبط. اروح له برجلي بحكايه نرجس. ريهام عبد الغفور نفس فكره فراج، يعني في ناس بانيه معك رصيد من الثقه، انه ممكن احيانا يجلي منها عمل عملين، لكن في الغالب عملهم ممتاز. هذا ده ريهام عبد. صحيح. كمان الصناع كمان يعني، في عمار صبري الكاتب كان عمل بدون سابق انذار. كان مسلسل، المسلسل عجبني، كان في شغل كويس. واللي انا واقف عنده بقى كمان المخرج بتاع المسلسل، اللي هو سامح علاء. سامح علاء ده، ده اول عمل يعمله. كان عامل قبل كده يا يزيد فيلم قصير اسمه 16. ما فيلم شفته مصري للاسف. قصير اوكي. والفيلم ده كان اخد جايزة في كان. وهو فيلم يعني، انا عارف ان هو عليه اختلافات، التنفيذ ممكن يبقى ليه وعليه. آه، بس انا برضو دايما في الافلام القصيره دي بالذات، اللي هي بتبقى ايه اول تجربه او حاجه، التنفيذ ده ممكن بقى ايه، بحط شويه مبررات يعني، او ايه، او يعني بزق شويه مع المخرج، تعذر. انت فاهم. بالظبط، الراجل لسه طالع وبيحاول وبتاع. انما الفكره كانت حلوه. يعني انا دايما في الحاجات اللي شبه دي بحكم على الفكره.
فالراجل شكله عنده حاجه عايز يقولها. فدلوقتي هو جاي له مسلسل ببادجت اكيد اضعاف اضعاف يعني اللي هو كان شغال بيه قبل كده، مع نجمه كبيره ومع كاتب عمل حاجات محترمه قبل كده، فمهتم اشوف اشوف هيطلع منه ايه. يعني ده مسلسل عارف انت اول ما قريت كده اسامي الناس زي انت كده ما بتقول بالترتيب كده، ريهام مش عارف عمار صبري اوكي، عمال ياخد علامات وهو ماشي. فانا ده من المسلسلات اللي عايز اتفرج عليه. وانا حاسه حيكون يعني نفس اجواء تحت الوصاية، وان شاء الله ينعمل بنفس الجودة يعني. هو احنا نطول يا باشا؟ هو احنا نطول؟ هاتوا لنا بس تحت الوصايه اهو. هاتوا لنا تحت الوصايه وصله رحم وما لكمش دعوه. طيب عندنا بقى في كده شويه حاجات اللي احنا ايه مش هنبص عليها خالص. الاستاذه ريهام حجاج والاستاذه روجينا و... انا موافق. ومي عمر عامله 15 حلقه السنه دي. في صح مسلسلات يا 15 احمد حلقه. يعني، انا بشكر الناس اللي في اليوتيوب بعد رمضان، بعد ما اخلص كل مسلسلاتي بلاقي في ملخص مسلسل ساعتين ونص في اليوتيوب مثلا ولا 3 ساعات، انا بعدي عليهم زي كده هذه الاسماء. اوكي اوكي. مش مهتم خالص تبص على ريهام حجاج السنه دي هتعمل ايه؟ ولا في اي سنة يا حبيبي. خلاص. النقاش انتهى لحد هنا. احنا اتفقنا انك انت حتلبس مسلسلات وانا مسلسلات، حلال عليك ريهام. لا. لا يا عم ليه؟ هروح اتفرج على اسمه ايه على كزبره ولا اتفرج على كزبره ولا على غريب ولا على حاجه. طيب عندنا حد تاني يعني ممكن يكون مهم، سيبك طبعا من الناس ديت اوكي. هذا الراعي مشروف انت فرصة. ولاد الراعي ده خلي الثلاثينات دلوقتي هنجي لهم لوحدهم، خلينا نخلص ال 15 لان احنا خلاص تقريبا ال 15 ما فاضلناش حاجه مهمه يعني غير آه، المتر سمير كريم محمود عبد العزيز تقريبا. انا اوت. فعلا مش حاسس ان انت ممكن شفت في حاجة حلوة وبستلطفه لحد معين، بعدين الموضوع قلب عندي على ثقل الدم، ما بعرف ليش. انا يعني ماشي مش هدافع عنه قوي يعني. هو معاك، هو قادر على فكره نفس موضوع دينا الشربيني، هو قادر يبقى دمه خفيف قوي وقادر الموضوع يقلش منه كله. بس ما فيش كوميديا كتير السنه دي. ما اناش بقول لك احنا السنة حنفتقد اشغال شقة، انا ارتبطت فيه بس. ما فيش كوميديا كتير، ما فيش حاجه كتير. انا ممكن يكون هو ده السبب اللي يخليني اتابعه، لان كمان اللي اشتغلوا على اللي هيشتغلوا على المسلسل كانوا شغالين في المتر سمير. اشتغلوا في الكابتن وفي اشغال شقه والبيت بيتي، وخالد مرعي عمل البيت بيتي وبابا جه. فممكن يطلع منهم حاجه لذيذه. السبب الوحيد اللي ممكن يخليني اتفرج عليه انه فعلا ما فيش كوميديا السنه دي، وانا بحس ان الموضوع محتاج يعني فاهم. عايزين مسلسل كده. ديابو غريب، مش تصنيفه كوميدي ولا انا لخبطت؟ اهو كوميدي بس قصدي مش كتير يعني العدد مش كبير. وبعدين بصراحه يعني ديابو غريب ومهاب طارق لا ممكن ابص على على كريم انت فاهم قصدي. انا بعترف والله انا فاهم، بس انا تعبت بقالي 3 سنين يا معلم بقول لك بيضحك عليا. لا انا السنه دي مش هيضحك عليا. فاضل لنا مين في ال 15؟ متهيألي كده مفيش غير النص. انت شفت النص النص لا، الاول؟ لانه انا شفت كم واحد من اصحابي اللي تابعوا كانوا منبهرين في البدايه، وحسيت كلهم فقدوا الشغف بعد السابعه الثامنه تقريبا، ومش عارف ايش اللي واو. حصل في بس ما ده اصلا شجعوني اني انا اتفرجت اصلا على اول 6 حلقات وكانوا وحشين قوي. اساسا. حلو، كنت سابقهم مرحله يعني، تمام ممتاز. اه لا انا ما كملتش المسلسل. يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني اتفرج عليه، انا بحب امين جدا وبحب اسماء ابو اليزيد جدا. انا زعلت بصراحه ما إنه بس في مشروع ويخيش الصراحه. ال6 حلقات اللي انا اتفرجت عليهم السنه هو كان السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها مش فاكر. آه، آه، كانوا سيئين بصراحه، كانوا شيء يعني. انا عارف مسلسل 15 حلقه وتوقفوا في نصه، دي برضو يعني. يعني في نكبه في الكتابه، مش في اللي خلل هو مش نص. خلاص مش قادر خلاص. انت فاهم قصدي اللي هو مش قادر اكمله. فقلت يعني انا بكلمك دلوقتي لو انت حمستني ممكن ارجع اتفرج على الباقي من بتاعه. لا بس انت كده شكلك خلاص. لا، انا لانه دخل عندي في الزحمه العام زي ما احنا بنقول الحين، ففي مسلسلات مم. رميتها ان في اصحابي يكتبوا عليها، ما فيش احد شجعني اني اتابع اصلا.
انا نفس الموضوع بقول لك، انا لا انا اتفرجت واديته فرصه لغايه 6 حلقات، وما كسبنيش خالص يعني. سمعت ان هو اتحسن بعد كده، بس بقى كنت خلاص يعني، خلاص بقى فاهم، مش مسلسل مهتم يعني. 15 حلقه لما يوصل السادسه وهو خربان، ايش هستفيد انا لما يصلح ما بعدين؟ هو بالظبط، مش مش مهم. 15. انا والله وانا بجهز الحلقه قلت الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني ارجع اهتم واتفرج مثلا على اللي فاتني بتاع السنه اللي فاتت وارجع تاني، انت بس كده احنا خلاص اوت. انا في رمضان بكون قاسي شويه يا احمد، لانه انت عندك مسلسلات كثير، ما في مجال انك تعطي يعني فرصه كثيره. خربان شكرا، صف على جنب، نعطي فرصه لغيرك. وانت لو ما كسبتنيش في اول، زي انت ما بتقول، في اول 3 4 حلقات، طب يا عم طب ما خلاص بقى. ايوه خربان. بالظبط. بالعكس ده في مسلسلات بتكسبك في اول 4 5 حلقات وبعد كده بتبوظ. يعني دول على الاقل عندهم شويه ذكاء. دول على الاقل جاب رجلك، انما انت بادئها كده كانت اخر تجربه في رمضان لاياد نصار ومنى شلبي، لما نتكلمنا عن اصحاب الارض، كان مسلسل اسمه تغيير جو قبل 3 سنين تقريبا. عمل ما حلقتين اتفرجتش في عليه. البدايه رائعه، بعدين قفل زي الزفت المسلسل. هو مسلسل قصير المفروض كمان، بس كفايه. انه زي ما انت قلت يعني عرف يشد رجلك في البدايه ولبسك الخازوق. السنه اللي فاتت كان كده، كان في ظلم مصطبه، ظلم مصطبه بدأ رهيب، يعني والدنيا بقى المصطبه باظت. انا يعني واعذره انه صارت فيه لخبطه وتغيروا اه كتاب طبعا بالظبط بس جاب رجلينا كلنا في اول 5 حلقات، فاهم اللي هو بدأ بدايه. ايه كان ده؟ ممتاز. اه انا مفتكر لليوم تعليقي عن ظلم المصطبه بعد اول 5 حلقات، انه انت لما وصلت لهذا الحد في الاحداث انت كيف حتعرف تعلي على كده؟ هتعمل ايه تاني؟ انا كل حلقه نقول يا عم ما خلاص. ايوه ده في مسلسلات اصلا بتقوم على اللي حصل في اول حلقتين بس. طيب انا بيتهيألي احنا كده خلصنا مفيش 15. حاجه تانية يعني، مفيش حاجه تانية مهمه، في طبعا حاجات كتير لسه، بس يعني ما اعتقدش ان احنا ممكن يبقى في حد. في طبعا مين ما يحبش مودي ياسر جلال، وفي مش عارف المسلسل بتاع كزبره. مسلسل كزبره ده الحاجه الوحيده اللي ممكن يعني نقف عندها ان هو قصه تامر محسن، بس غير كده يعني ما فيش. انا مش ب- لان حاسس ترتيب الموضوع غلط، انه ايش جاب تامر محسن هنا؟ بس نشوف غ- ايش يطلع. غريبه قوي، بس يعني ما فيش. سلمى ابو ضيف عامله عرض وطلب. جمانه. مريم نعوم عامله مسلسل مع جمانه مراد واحمد رزق، اللون الازرق. تفتكر ممكن قريت عن حاجه، اه يعني تفتكر هي ممكن يطلع غالبا منه حاجه؟ بتحاول تقنعنا الاستاذه مريم انه كان سبب النجاح كريم الشناوي، هذه السنه بدها تقنعنا بكده. مهم. مهم. بس انا ممكن تتفرج عليه ولا انت برضو مكنسل؟ انا اوت من الموضوع. انا حلال عليك. انا لا يعني خذ يا ماشي. باشا. يا باشا انا قايل لك انا جاي اكتب وراك، انا ما اعرفش حاجه. اعتقد كده خلصنا خلصنا ال 15، او يعني خلصنا اللي يستاهلوا الذكر في ال 15. عندنا بقى حوالي 11 مسلسل 30 حلقه. انت عموما بتتفرج على تلاتينات؟ انا بقالي مثلا 4 5 سنين ما من بتفرجش على حاجه 30 حلقه. لما نزل في مصر انا تركت موضوع ال 30 قولا واحد. انا يعني خلاص احنا بقالنا مش 3 سنين. حاجه ثانية. بس انا صار عندي انه ما في العالم العربي كتاب بيعملوا 30 حلقه حاليا. هو لو عرف يعمل 15 كويسه ممتازه شكرا. احنا ال 15 30 لا نفسهم صعبه. بيبقى ال 15 بيبقى فيهم مط اصلا وتطويل، وبنقول يا ريته كانوا 7 ولا 5 صح. بس في مسلسل واحد بس ممكن يبقى، انا مش عارف هو بيعمل ايه هنا، بتاع نيللي كريم. ما اعرفش نيللي شريف كريم بتعمل سلامه. ايه هنا. ما اعرفش نيللي كريم مش المسلسل بيعمل ايه هنا، نيللي كريم بتعمل ايه هنا. يعني حتى الصناع بتوعه مش، انا مش فاهم هي شافت حاجه احنا اكيد مش شايفينها، مش عارفينها، مش عارف. ونيلي لو انت شفت يعني هي عامله هذا المسلسل مع شريف سلامه، انت لو قبل رمضان لبست في جوازه ولا جنازه تبعها هي وشريف سلامه، هتقفل مع موضوع المسلسل هذا 100%، لأن الفيلم كان قبيح جدا. اوكي. انا يعني هو المسلسل ده اسمه على قد الحب، يعني ولا حتى السيناريست ولا المخرج كان شغال على حاجه ما تراه ليس كما يبدو، وانتوا كلكم شتمتوا في المسلسل يعني. كان يعني عامل هذا قصه منهم. هو المسلسل. احنا ما شفناش حاجه كما تبدو بص انا كل ال 30 يعني كل ال 30 بالنسبه لي بصراحه
يعني انا بس وقفت قدام اسم نيلي كريم. غير كده بقى يوسف الشريف، امير كرارة، احمد العوضي، مصطفى شعبان، ياسمين عبد العزيز، عمرو سعد، امام، حماده هلال المداح ال 17. انا يعني ما. شفت اعلان مسلسل يوسف الشريف ولا ما عدت عليه؟ يعني حاسس مسلسل يوسف الشريف لو انعمل 15 هيطلع فيه حاجه من روح مسلسل بميت وش حق ياسر ياسين ونيلي هو كريم. انا سمعته بيقول ان هو الموضوع كوميدي، بس ما. يوسف الاعلان الشريف نفسه بميت وش. بس مم. انا قافل من الموضوع انه 30 حلقه، انا 30 حلقه مجنبها الصراحه. صعب لانه قوي لسه بصراحه. عندي حلقه اخذها في سوريا والموضوع صعب هنا. وهو نفسه يعني يعني هو بقاله فتره ما اشتغلش، بس اخر حاجه عملها كان الموضوع كان، لا كان صعب صعب صعب. فما فيش اي حاجه تخليني تخليني مهتم بصراحه في كلهم، في كل الثلاثينات، يعني اصلا ال30 دي لوحدها بتقفل. بالضبط، هي هذه الفكره عندي انا. مش لاقي حاجه تقول لي طب جرب، طب روح، طب شوف. فاهم قصدي؟ فكلهم بصراحه. انت كنت من شويه بتتكلم على اولاد الراعي، ماجد المصري وخالد الصاوي. يعني مش شايف سبب يخليني اتفرج عليه. مش شايف سبب هيخليني اتربط معاهم 30 حلقه. فاهم قصدي؟ هذه حسيبها للناس يا حبيبي، وغالبا في ال30 ما حتلاقي حاجه بتمدح، اتوقع يعني كذا. هيبقوا كلهم ترندات وكلهم نمبر 1 وخلاص. هو الحلقه مليار مشاهده والكلام اللطيف هذا متعودين عليه. ايوه ايوه غلط. طيب جميل جميل. احنا يعني السنه دي في. عديت على ال 15 حلقه وعلى ال 30 حلقه وشويه، وحتطلع لنا مسلسلات مصري، ما جبتش سيره احمد العوضي يا لسه احمد. دلوقتي، والله لسه قايل اسمه دلوقتي. والله لسه قايل اسمه. انا ما ينفعش يعني. ده يعني هقول لك ايه، احنا من غير احمد العوضي يا ابني ما كانش زماننا احنا بنتكلم دلوقتي، ولا كان زمان في سينما ولا دراما ولا. آه، احنا يعني الحمد لله احنا في زحام من النعم. الراجل جاي يعني جاي، وبعدين معلش يعني معلش، روكي ده بعد كده هيبقى من الماضي خلاص. اتفرجوا بس اتفرجوا. اتفرجوا هتشوفوا. طبيعي إنه كله بما انه اسمه احمد يعني. انا ويزيد بنرشح لكم مسلسل احمد العوضي علي كلاي، 30 انا حلقه لي علاقه بالفيلم اللي بيقول. من المتعه الخالصه. اتفرجوا عليه على ضمانتنا، وان شاء الله تتبسطوا باذن الله. حلو كده. الناس هتيجي تعمل لنا ان سبسكرايب وهتيجي تشتمنا. يعني انا قلت لك ترى بالمستقبل. انا كده كده تعالى بابا لي الموضوع. تعالى لي. طيب حلو. احنا عندنا في مصر زي ما قلنا دلوقتي، احنا تقريبا كده جرينا على 32 مسلسل. تقريبا. في بصراحه ناس ما كده كان فيهم. ما عدينا عليه. ما هو يعني طبعا انا قصدي يعني بصينا عليهم كده بسرعه، في حوالي 11 مسلسل 30 حلقه. ما فيهمش اي مسلسل ممكن يشد الانتباه. الحاجات ال 15 اللي احنا ممكن هنتفق عليها انا ويزيد يعني ونبقى بنتابعها مع بعض، مش هتخرج بره اتنين غيرنا. كان يا مكان، مناعه، صحاب الارض، حكايه نرجس، اب ولكن. اعتقد بس. حسب صح. توزيعه كمان متطور نص ثاني. بالظبط. هو للاسف هم ممكن كلهم يتجمعوا. ايوه ممكن اه ندخل المسلسلات حسب التوزيع. بالظبط بالظبط. هيفضل برضو معانا المسلسل بتاع محمود حميده، ستاند باي. مسلسل كريم محمود عبد العزيز ممكن يبقى ستاند باي. كده يعني هنشوف التوزيع هتبقى عامله ازاي، وهنقول لكم ان شاء الله باذن الله. طيب في بقى حاجه مهمه انا عايز اخد رايك فيها، وعايز نصيحتك فيها. انا علاقتي بالمسلسلات السوريه مش يعني انا مقصر فيها جدا. والدراما السوريه يعني ما تستاهلش كده مني. فانت بعت لي لسته للمسلسلات بتاعت رمضان بتاعت سوريا ان شاء الله اللي هتتعمل السنه دي. وانا عايزك الاول تكلمنا عليهم برضو كده بشكل سريع زي ما عملنا مع المسلسلات المصريه. وعايزك ترشح لي انا قبل ما ترشح للناس حاجه اتفرج عليها معاك، وتبقى جزء من نقاشنا في رمضان باذن الله. ما هو في الموسم السوري انا ما حقدر ارشح لك حاجات كثير لانه كلهم 30 حلقه. انا حرشح لك مسلسل واحد. ما هو انا ده اللي عرفته، دي المعلومه اللي عرفتها ان كلهم 30 حلقه، وفي اكتر من مسلسل جزء تاني او. صح انا فاهم صح؟ لا لا، سيبك من الجزء الثاني، الجزء الثاني انه امم 30 حلقه
يكون موضوع عبثي، يعني تتكلم 60 حلقة خربت الدنيا. بس اوكي. انا لو في ممثل واحد دائما بيكون عنده يعني نفس الرصيد اللي انا بشوفه عند ماجد الكدواني، انه نادر ما يعمل حاجه بتجلي تيم حسن. فانا هرشح لك مولانا، تتابعوا معايا. اوكي. حيكون فيها اكثر من مولانا، حيكون فيها مولانا ومطبخ المدينه، كم مسلسل ثاني بس كلهم 30. موضوع اني اوكي. ارشح لك اكثر من مسلسل 30 مغامره ما هو انا ومسلسل. حتى انا بالظبط انا عايز حاجه التزم بيها، فمتهيألي مسلسل واحد هيبقى كويس. وف... انا من اول و... مخطط اني هرشح لك مولانا بس. حلو قوي. وفي نفس الوقت انت كده كده هتتفرج على باقي المسلسلات، او على جزء على جزء هتابع منه. 4 5 مسلسلات سورية ان شاء الله. يعني كده كده ان شاء الله هتدينا برضو انت كده ملخص عنهم، او نكمل في ايه ما نكملش في ايه كويس ايه ماشي كويس. بس مولانا ده هتفرج عليه معاك فيه، ويبقى هو ده نقاشنا بعدين المسلسلات السورية هي سيد من يعمل اللقطة اللي انت قلتها، اللي هو يشدك في البداية. اوكي. فانا حتى المسلسلات الباقية ما حرشح لك اياها الا بعد ما تنزل الحلقة الأخيرة، لانه العام كان في اوكي. مسلسل البطل لبسام كوسة بدأ اه سمعت بداية عنه. ممتازة جدا لحد الحلقة 15 16، مسلسل 30 حلقة نام المسلسل تماما. فما بدي اعمل فيك لقطة زي كده في النهاية. انا بيصعب عليا المسلسلات اللي زي كده. لو انتوا كان في ايديكم تخلوها مثلا 15 او ايا كان الرقم، يعني انا مش عايز افرض، مش عايز نقول ارقام، بس انت في ايدك تأثر الحلقات علشان تطلع منتج احسن، وما عملتش كده. طب ليه؟ يعني بالذات في سوريا لو هم لعبوا موضوع ال 15 حلقة هذا، حيكون صعب على باقي الدرامات العربية انها تنافسهم الصراحة. مم. بس هم مش راضيين يقتنعوا بالفكرة نفسها. هم عندهم رمضان يعني 30 حلقة، تحشيها تحط فيها اعلانات تخرب المسلسل نفسه، بس 30 حلقة. يعني احنا كنا كده، يعني احنا في مصر كنا كده زمان برضو، ما انت عارف، انت متابع وعارف. فممكن مع الوقت الموضوع يبقى يصير فيها كده لما هتلاقي منافسة شرسة في الموسم. السنين الأخيرة كانت مصر بتلعب لحالها الصراحة كدراما عربية. سوريا لو راحت لل 15 حلقة، لا الموضوع حيكون 50 50 ومنافسة منافسة يعني. جميل. طيب انت كده كده هتتابع ايه، او متحمس ليه من لستة الاعمال السورية، غير مولانا؟ طب. مطبخ المدينة وسعادة المجنون. في مسلسلات لسه أصلا يعني الإعلانات رايحة جاية عليها والكلام رايح جاي عليها، وفي حاجة ممكن تخش الموسم وحاجة تطلع من الموسم. سوريا بيكون اوكي. الوضع مخبط فيها. يعني عادي مسلسلات تلاقيها ليلة رمضان وانسحب من العرض. لكن مولانا ومطبخ المدينة وسعادة المجنون أكيد أنا متابعهم يعني. جميل جميل جميل. خلاص، وانا يعني باذن الله هتفرج على مولانا معاك. أنا وأنت مولانا. اه. ان شاء الله. ونبقى بنتناقش فيه مع حلقاتنا جوه رمضان. أنا نفسي أكسر كمان فان جديد لتيم حسن، يهمني ينتشر في مصر تيم. تيم حسن، انا شفت له فيلم عندنا اللي عمله، اللي كان من كتابة وائل حمدي، بتاع كانوا آه ايه كانوا ميكانو. ايوه، انا اسمه عامل فهو لا يعني يعني حبيته بصراحه قوي في الفيلم. فهو اوريدي كسبان معايا. انت لما قلت تيم حسن فانا شويه يعني تحت، يعني عارف اللي هو اوكي. استاذ وائل هو انتشر مؤخرا في تويتر عندنا بعد 6 ايام. انا علاقتي بالاستاذ وائل من ميكانو قبل ما يكون في اساس. ف... فجميل جميل. خلاص، هنتابع ان شاء الله المسلسل ده مع بعض. وانت برضو بقى تقول لنا على باقي المسلسلات اللي انت هتتابعها من سوريا باذن الله. باذن الله. طيب. خلاص، حلو قوي. دي كده كانت حلقه سريعه، خريطه زي ما بنقول لكم، خريطه رمضان. ايه اللي معروض، إيه اللي هيكون 15 حلقه، ايه اللي هيكون 30 حلقه، احنا مهتمين بايه، هنتفرج على ايه. وباذن الله باذن الله باذن الله من غير مقاطعه، يعني ان شاء الله هيكون في حلقات اكتر خلال رمضان هنتفق عليها انا ويزيد. كنا لسه بنتكلم يعني، لسه مش عارفين بالظبط بصراحه تبقى عامله ازاي، بس يعني مثلا ممكن بعد اول 5 حلقات نعمل حلقه، وبعد كده نعمل حلقه مع تقفيله النص الاول، وهكذا، ونكرر نفس الموضوع مع حلقات النص الثاني. ويبقى معانا مسلسل مكمل اللي هو مولانا 30 حلقه، ده هيبقى معانا في على مدار الموسم ان شاء الله بنتكلم فيه. يزيد، انا مبسوط جدا ان احنا عملنا الحلقه دي مع بعض، وان احنا هنغطي رمضان مع بعض. وباذن الله باذن الله الحلقه تبقى يعني خفيفه ولطيفه كده على الناس، واللي احنا كمان هنعمله ان شاء الله في الفتره الجايه يبقى لذيذ عليهم. وانا اتشرف اكثر يا احمد، انت عارف انا قديش بحبك يعني من تويتر يعني. حبيبي. لو ما كنت انت حبيبي. ما بطلع
زادني شرف اني انا معاك، وان شاء الله يا رب انت حبيبي يا زيد، ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان الكريم عليكم مره تانية، ولحد ما نقابلكم ان شاء الله في يوم 5 6 رمضان كده. سلام.